أول حاجة بعرفكم بنفسي. أنا خالد وليد، سينيور جرافيك ديزاينر. زي ما قلت لكم أنا بقالي أكتر من 7 سنين بشتغل، وعندي تقريبا خبرة في حاجات كتير جدا. اتعلمت شوية برمجة، اتعلمت شوية موشن، اتعلمت شوية مونتاج، اتعلمت دلوقتي أصلا بشتغل فيديو إديتور جنب شغلي. برضو عندي خبرة في البيرسون براندنج، فعندي خبرة في كام حاجة كده غير الجرافيك ديزاين. وده خلاني إن أنا يعني كانت هي ميزة وعيب إن أنت بتبقى عارف حاجات في كله، بس ادتني ميزة إن أنا يعني مثلا لما بشتغل معايا حد وأنا عايز أقول له حاجة معينة يعملها، بعرف أوصل له وجهة نظر. يعني مثلا لو بيشتغل معايا حد موشن جرافيك، فأنا عارف أوصل له اللي أنا عايزه. يعني عارف إن في حاجات تنفع وعارف إن في حاجات ما تنفعش. يعني أكيد كتير منكم مثلا بيشتغل مع ناس ممكن دي كريتور أو أكونت مانجر، بيحطوا له ريفرنس أو كونتنت ما ينفعش مثلا. يعني أكيد ده بيحصل معاكم كلكم. فأنا ده خلاني إن أنا عارف أوصل وجهة نظري، بس عارف إيه اللي ينفع وإيه اللي ما ينفعش. اشتغلت مع عملة من مصر، عملة من السعودية، عملة من الإمارات، وعملة من سوريا. كل دول من على لينكد إن. اشتغلت مع ناس تانية بس من بره لينكد إن، بس كل دول من على لينكد إن. تمام. ده اليو ار ال بتاعي. أي حد عايز يعمل سيرش عن اليو ار ال ده يلاقيه، سواء على أي بلاتفورم. مهم جدا إن أنتوا تعملوا حاجة زي كده. اليو ار ال بتاعكم لازم يبقى موحد على كل الاكونتات، على الفيسبوك، على الانستجرام، على لينكد ان، على لو انت عندك اكونت على اكس مثلا خليه برضه حاجه زي كده. لان ده اللي عايز يدور عليك يدور عليك باليو ار ال ده فيلاقيك على طول. يعني ما عادش يلاقيك في كل بلاتفورم بشكل معين. طيب احنا بقى في الورك شوب دي هنعمل ايه؟ في الشغل ده هنعمل ايه؟ اول حاجه النهارده اقول لكم مقدمه عن لينكد ان. تاني حاجه اقول لكم انتوا ليه محتاجين لينكد ان. تالت حاجه اقول لكم ازاي بقى لينكد ان لما حد بيجي يعمل سيرش ليه خالد بيطلع قبل محمد، قبل عمر، قبل يوسف مثلا. رابع حاجه هنقول لكم بقى ازاي تبنوا البروفايل بتاعكم بشكل بروفيشنال. هنتكلم كمان عن حاجات الناس اللي لسه بتدرس او الطلاب والناس الفريش جرادويت يعملوها على لينكد ان، وازاي تستفيدوا من لينكد ان بريميوم، وازاي تعملوه اصلا. ازاي كمان تستفيدوا من الصفحات بتاعت الشركات، وازاي تبداوا بقى تدوروا على شغل على لينكد ان، وازاي تبداوا تتواصلوا مع الناس اللي انتوا عايزين تشتغلوا معاهم، يعني او البوتنشال كلاينتس. ونتكلم بقى في شويه حاجات كده عن البيرسون براندنج على لينكد ان، وهنتكلم عن نوعيه البوستات اللي لينكد ان بيحبها او نوعيه الكونتنت اللي لينكد ان بيحبه. هقول لكم كام تعملوها ازاي حتى لو انتم ما عندكوش خبره في الكتابه. هقول لكم كمان على اهم التولز اللي تعملوها، والعادات اليوميه اللي تعملها على لينكد ان عشان تلاقي نتيجه في الاخر. اول حاجه كده خلينا نتكلم مقدمه على لينكد ان. يقول لك ان لينكد ان ده يعتبر اهم منصه بتخص سوق العمل من كل المنصات. يعني لينكد ان ده هتلاقي عليه الموظف، هتلاقي عليه الشخص الفريلانس، هتلاقي عليه الشخص اللي بيدور على شغل، هتلاقي عليه الاتش ار، هتلاقي عليه السي او، هتلاقي عليه الشخص اللي ناوي يفتح شركه في المستقبل، هتلاقي عليه اي حاجه ليها علاقه بسوق العمل. على عكس مثلا الانستجرام، عمرك ما تعرف توصل لده الا نادرا، او الفيسبوك. لك كمان ان لينكد ان عليه اكتر من بليون شخص من 200 بلد في العالم. كمان الريكروترز بقوا لما بيجوا يدوروا على حد مثلا عايزين يعينوه، مش بيعينوا على اساس الشهاده الجامعيه بتاعته، بيعينوا على اساس المهارات اللي هو حاططها في البروفايل عنده. تمام. لك كمان ان لينكد ان الناس او الاكونتات اللي بتفتح لينكد ان بيستخدموه اكتر حاجه عشان يستهلكوا المحتوى اللي على لينكد ان اكتر من ان هم بيدوروا على شغل من عليه. يعني مثلا اقول لكم كمان شويه ان في حاجه اسمها ارتكل او المقالات. دي مثلا ناس كاتبه محتوى تعليمي فيها، فانت بتدخل تستهلك المحتوى ده او تتعلم منه او تستفيد منه اكتر من ان انت تبقى داخل بتدور على شغل. طيب ليه بقى انت كفريلانسر محتاج لينكد ان؟ في الأغلب كده لو أنت عامل البروفايل بتاعك ومكمله بشكل مظبوط وبشكل كويس، الوظيفة أو الأوفر هيجيلك لحد عندك. لو أنت مظبط البروفايل وحاطط فيه كيوردز مناسبة لشغلك أو مجالك، هتلاقي الأشخاص بقى اللي يبدأوا يعملوا هايرنج داخلين يبعتوا لك الأوفر، أو داخلين يبعتوا لك عرض شغل، أو داخلين يكلموك على وظيفة. تمام. تاني حاجة تعرف تقدم بنفسك على أي وظيفة في أي مكان في العالم. يعني مثلا لو أنت مثلا عايز تقدم على وظيفة مثلا يعني في السعودية، انت مش مضطر انت تقدم عليها مش مضطر انت تسافر السعوديه عشان تقدم عليه. فممكن تقدم عليها من بلدك وتتقبل فيه. تمام. تالت حاجه في حاجه اسمها لينكد ان ليرنينج. دي لما بتعمل الاكونت بتاعك بريميوم
بيتفتح لك عليها كل الكورسات اللي موجودة، فأنت تقدر تاخد أي كورس في أي مجال في أي وقت من عليه. رابع حاجة زي ما قلت لكم تقدر تقرا مقالات وتقدر تتابع عليها ناس بتنزل محتوى تعليمي، فأنت كده بتبقى بتزود من نفسك وبتتعلم برضه. خامس حاجة تقدر تعمل كونكت لأي حد في مجالك، وتقدر كمان تستفيد من خبراته، سواء أنت عايز مثلا تاخد رأيه في تصميم، عايز تاخد رأيه في نصيحة مثلا معينة في مجالك، عايز تتعرف عليه فيرشحك في شغلانة بعد كده، تقدر تعمل كل ده من خلال لينكد إن. سادس حاجة لينكد إن منصة مناسبة جدا إن أنت تسوق لنفسك وتعمل بيرسونال براندنج عليها من خلال المحتوى إن شاء الله في آخر الشهر ده هتقدر تعمله. سابع حاجة إن أنت تقدر لو أنت عندك انترفيو تجهز من خلال لينكد إن. يعني مثلا أنت مثلا عندك انترفيو في شركة، فتقدر تعمل سيرش عن الشركة دي على لينكد إن. وتقدر كمان تشوف الناس اللي شغالة في الشركة دي، تعرف تشوف نقاط القوة والضعف الناس اللي في مجالك، وكمان تقدر تشوف الاتش ار اللي هيعمل لك الانترفيو ده، تعرف عنه أكتر، تعرف هو بيحب إيه ما بيحبش إيه، الحاجات دي كلها. ماشي، إزاي بقى لينكد إن بيرتب نتائج البحث بتاعه؟ بصوا هتلاقوني في كل حاجة بقول لكم كيوردز كيوردز كيوردز. دي السر بتاع لينكد إن كيورد. لينكد إن بيرتب النتائج بتاعه على أساس أو على حسب الكيوردز اللي محطوطة في البروفايل ده. يعني مثلا أنا كجرافيك ديزاينر عندنا في كيوردز كان الناس بتيجي تعمل سيرش عنها، يعني مثلا لوجو ديزاين، براندنج، جرافيك، كلمة ديزاين، كلمة لاي اوت مثلا، حاجات اللي هي ليها علاقة بمجالنا اللي الناس بتعمل سيرش فيه. احنا الكلمات دي هنبقى بنحطها بشكل منظم ومترتب في الهيدلاين، في الاباوت، في الاكسبيرينس، هنضيفها في السكيلز، الحاجات دي كلها. فمهم جدا انتوا تبقوا بتاخدوا بالكم من الكيوردز اللي انتوا بتحطوها في البروفايل عندكم، لان دي لينكد ان بيرتب على اساسها. ليه خالد لما حد يجي يعمل سيرش عن جرافيك ديزاين، ليه خالد يظهر قبل محمد، قبل احمد مثلا؟ علشان خالد حاطط كيوردز مناسبه في البروفايل بتاعه. تمام. طيب انا مثلا كجرافيك ديزاينر بعرف ايه الكلمات المناسبه ازاي؟ بروح جاي اعمل سيرش مثلا عن الناس اللي في مجالي، واشوف يعني مثلا جيت اعمل سيرش عن جرافيك ديزاين، ليه اول واحد ده يظهر لي؟ فبروح كده افتح البروفايل عنده واشوف بقى هو كاتب ايه بالظبط. هل كاتب مثلا ابوت بشكل معين، ولا كاتب الهيدلاين بتاعه بشكل معين، وهكذا. تمام. ازاي بقى نبدا نعمل البروفايل بتاعنا بشكل بروفيشنال؟ ركزوا معايا. أول حاجة الصورة أو الكفر. خلونا بقى نمسك حتة الصورة دي. ما ينفعش تحط صورة وأنت في فرح مثلا، أو صورة مثلا سيلفي. ما ينفعش تحط صورة مثلا وأنت في فستان فرح. ما تحطش صورة وأنت في المصيف. لا، لازم صورة تبقى تبين إن أنت شخص بروفيشنال، شخص شاطر في شغلك. مش شرط تبقى صورة ببدلة. يعني أنت مثلا لو مجالك مش مستدعي ان انت تبقى لابس بدله وانت قاعد في مكان الشغل، فمش لازم ان صورتك تبقى ببدله. تمام. الصوره تبقى فيها ابتسامه خفيفه كده. برضو ما يبقاش صوره وانت حاطط ظاهر فيها جسمك كله، لا، هي لحد الكتف وخلاص. لينكد ان في احصائيه كده لينكد ان بيقولها ان لو انت حاطط صوره مناسبه دي هتزود نسبة إن الناس تدخل البروفايل عندك 14 مرة. دي لينكد إن هو اللي بيقولها يعني. عادي الصورة تبقى فورمال أو كاجوال، مش شرط إن أنت تبقى زي ما قلت لكم أنت تبقى حاطط بدلة يعني. طيب الكفر، لازم إن أنت تبقى حاطط كفر ليه علاقة بمجالك. يعني مثلا حاطط مثلا إيه، لو أنت جرافيك ديزاينر فأنت تبقى حاطط حاجات ليها علاقة بشغلك، مثلا حاجات أنت عملتها قبل كده، كود مثلا معين، مثلا جملة مثلا أنت مؤمن بيها شوية في مجالنا، الحاجات دي كلها. أنا برضو شايف أنت مهم جدا تحط الميل بتاعك في في الكفر. تمام. طيب أنت مثلا لو مش عارف تعمله فين أو تعمله إزاي، ممكن تعمل سيرش على كانفا، تكتب لينكد إن هيدر مثلا هيظهر لك حاجات كتير، أو تعمل سيرش على جوجل مثلا، تكتب لينكد إن هيدر هيظهر لك أمثلة كتير. اكتب له المجال بتاعك هيظهر لك أمثلة كتير جدا. فحط حاجة تكون مناسبة، ويفضل ان انت لو جرافيك ديزاينر انت اللي تعملها بنفسك. تمام. ما ينفعش انت مثلا تبقى جرافيك ديزاينر وجاب تمبلت مثلا او حاجه حد يستخدمها كتير يعني. تاني حاجه اسمك او الهيدلاين. اول حاجه خلينا نجيب الاسم. خلوا مثلا اسم مثلا يبقى الاسم الاولاني. لو انت لقب العيله بتاعك اسم مميز كده اعمله. لو انت جيب بقى تكتب
اسمك تعدل اسمك كده تلاقي حاجه اسمها additional link. دي لو انت مثلا مشهور بحاجه معينه في المجال يعني اكتبها. يعني مثلا بس انت مثلا اسمك خالد دلعك خلود مثلا، فانت تروح جاي كاتب اسم الدلع بتاعك في الاسم ده. لا، بنكتب حاجه بروفيشنال احنا مشهورين بيها. تمام. دي لو مش موجوده مش شرط، عادي، يعني دي حاجه ممكن تيجي مع الوقت. فمش شرط انت تبقى عشان مالكش اسم مثلا فانت دي حاجه هتقلل منك. لا، ما دام مش موجوده خلاص عادي. انت لو اسم والدك برضه اسم مميز كده ممكن تكتبه عادي، مش شرط برضه اسم العيل. اهم حاجه يبقى اسمك رنان كده شويه واسمه مميز. الهيدلاين بقى بنكتب، انا مثلا لو موظف في شركه فبكتب مثلا جرافيك ديزاينر اسم الشركه. لما بعمل شرطة بكتب 2 أو 3 سكيلز، فاحنا بنكتب ال2 أو 3 السكيلز دول ليه؟ عشان الكي ووردز اللي بنضيف عليه. بعد كده بكتب جملة عن مجالنا. جملة مثلا بقى أنا بقول فيها مثلا إيه، والله لو أنت مثلا إن أنا مثلا ممكن أكون ساعدت ستارت أبس مثلا إن هم يحققوا مبيعات زيادة مثلا. ممكن أقول مثلا إن أنا بساعد الستارت أبس مثلا إن هم يعملوا براندنج مميز مثلا. يعني ممكن نقعد نفكر فيها سوا هقول لكم بعد السيشن طريقة تجيبوا بيها الهيدلاين. هو الهيدلاين يعني بيبقى بالاسم منين؟ بجيبه منين بالظبط؟ من الاباوت ولا؟ قصدك تعدليه ازاي ولا قصدك تكتبيه ازاي؟ اعدله ازاي؟ بعدله. بيتعدل ازاي؟ في هنا علامة قلم اهي، بضغط عليها لما بنزل بلاقي هيدلاين اهو، فبعدل فيه بقى زي ما انا عايز. تمام. واضحة كده ولا ايه؟ تمام. زي ما قلت لكم بنكتب ان احنا شغالين في تاني شركه دلوقتي، وبكتب 2 أو 3 سكيلز. بعد كده بكتب جمله عن المجال. تمام. ممكن لو انا مش شغال في شركه بكتب فريلانس مثلا مجالي بعدها. ممكن مثلا انا كنت شغال في شركه معروفه مثلا او شركه كبيره مثلا قبل كده، ممكن اكتب مثلا فورمر جرافيك ديزاينر كذا مثلا، على حسب بقى زي ما انتوا عايزين يعني. طيب لو زي ما قلت لك الستارت اب اللي انا فيه ده مم. هو يعتبر شركه ومش شركه يعني ايه؟ اكتب عادي. تمام. حد عنده سؤال ولا نخش في اللي بعده؟ طيب معلش، براحتك انا شغال خالص. فريلانس. ماشي. شغال فريلانس شغال في الشركه. ماشي. اكتب الاثنين ولا اكتب واحده بس؟ في الهيدلاين هتكتب حاجة واحدة. بص عندي أنا عندي كاتب إن أنا بشتغل فريلانس بس، إن أنا ده اللي أنا عايز منه يجيلي شغل أكتر. ماشي. بص عندي كده هتلاقيني كاتب فريلانس. ماشي. لو نزلت تحت عندي في الإكسبيرينس هتلاقيني كاتب إن أنا شغال شركات. في الشركة، وإن أنا برضه ضايف حاجة إن أنا بشتغل فريلانس. يعني بص دي شركة أنا شغال فيها دلوقتي. تمام. بريزنت أهو بس فوقيها فريلانس. ماشي. أنا عايز بقى الشغل اللي يجيلي فريلانس أكتر، فخلاص أنا كاتب إن أنا بشتغل فريلانس. تمام. مهم جدا مهم جدا مهم جدا تاخدوا بالكم من السبيلنج. تمام. لو أنت كتبت حرف غلط في كلمة هتأثر معاك جامد. طب برضه ده يودينا الحته ان انا طيب انا مش قوي في الانجليش يعني. استخدم جوجل ترانسليت. تمام. بلاش حد فيكم يعمل الاكونت بتاعه عربي، لان الناس بتعمل سيرش بالانجلش. تيجي تلاقي الناس تعمل سيرش انت مش هتظهر له، تقعد تقول انا الاكونت بتاعي ما بيظهرش ليه عشان تعمله عربي. ممكن تكتب اللي انت عايزه وتدخله لشات جي بي تي يراجعه لك لو انت برضه الانجليزي عندك فيه مشكله. ماشي. خلونا نروح بقى الكونكشنز دايما وانت بتعمل سكرول كده هتلاقي في ناس جنب اسمهم كده فيرست سكند وثيرد. تمام. الفيرست ده خلينا اشرحها لكم مثلا على الفيسبوك. الفيرست ده مثلا حد انت عملت له اد على الفيسبوك وقبله، انتوا كده بقيتوا فريندز عند بعض كده، ده اسمها فيرست كونكشن على لينكدين. كانت بقيتوا فيرست كونكشن لبعض. تمام. طيب انا مثلا كنت جاي اعمل اد محمد عنده في الفريندز احمد. انا كده احمد ده بالنسبه لي ان هو في بيني وبين احمد محمد لو حد مشترك، فكده بالنسبه لي احمد ده سكند كونكشن. تمام. طيب في حد بقى تالت مش عندي ولا عند محمد، فاللي هو مفيش حد بيني وبينه في الفريندز عندي كده، ده بالنسبه لنا سيرد كونكشن. سهله ولا اشرحها تاني؟ لا سهلة سؤال كمان. بس، السيرد كونكشن يعني عشان بس انا عندي عربي، ماشي. فاللي هو درجه القرابه صح؟ دايما في البروفايل عندكم لازم تحاول انت توصل لاعلى من 500 حد في الكونكشنز عندك. لو انت مثلا 499 فانت ده بيدي انديكيشن على الاكونت بتاعك ان هو لسه جديد، ان انت مش مهتم بالاكونت بتاعك، ان انت مش شخص اكتف على لينكد ان، ان الاكونت بتاعك جديد لسه شخص مش بروفيشنال قوي. هكذا لازم توصل ل 500. توصل ل 500 ازاي؟ ان انت تبقى بتعمل كونكت للناس، تعمل كده كونكت كل يوم، او
تبقى بتتفاعل كده مع الناس، فالناس بيعملوا لك كونكت كده او كده. ممكن مثلا تبقى بتعمل تارجت كل يوم ان انت كل يوم تعمل كونكت مثلا ل 20 واحد 50 واحد مثلا، فيها 20 واحد مثلا في الاول، ما تزودوش يعني في الاول كده اول اسبوع كده ما تزودش عن 20. كل يوم اعمل كونكت ل 20 واحد لحد ما يجي لك مسج كان انت عديت الليمت، يعني هي جايه لي دلوقتي لو انتوا خدتوا بالكم هي جايه. فلازم كل يوم بدخل اعمل كونكت الناس، تعملهم بقى مثلا في حاجه اسمها قاعده 28. 80% نفس مجالك و20% الناس مثلا مش في مجالك. يعني مثلا انا بمشيها ازاي؟ انا بروح جاي اعمل مثلا دلوقتي الايام دي بعمل كونكت اكتر للاتش ار والسي او، تمام، وال 20% الناس في مجالي، لان انا مثلا عايز اشوف مثلا بدور دلوقتي على شركه جديده، مثلا بدور على حد مثلا ممكن يبقى بيدور على فرصه سفر مثلا، بيعمل كونكت الناس اللي هي اصحاب القرار في الشركه. ياسمين بتقول ازاي اعمل سيرش عن ناس في مجال، مثلا لو انت جرافيك ديزاينر هتعملي سيرش جرافيك ديزاينر وتخش في السيرش على البيبول، وبعد كده هتقعدي تعملي لهم كونكت. ده لما عملت سيرش عن نفس مجالي، بعد كده بدخل على البيبول هنا، ببدأ أعمل لهم كونكت هنا كده، تمام. آخر حاجة بقى نشرحها النهاردة الإكسبيرينس. إزاي تكتب الإكسبيرينس أو إيه اللي تكتبه في الإكسبيرينس؟ أول حاجة بنكتب اسم الشركة اللي إحنا فيها، ماشي. تاني حاجة بنكتب التايتل بتاعنا في الشركة دي، وتتأكدوا إن أنتوا التايتل اللي أنتوا بتكتبوه ده أو التايتل اللي أنتوا شغالين فيه لينكد إن بيديهولكوا في الاقتراحات. ما ينفعش مثلا تروح جاي كاتب مثلا حاجة لينكد إن مش بيطلعها، الناس هتيجي تعمل سيرش على لينكد إن فأنت مش هتظهر لك. مهمة جدا الاقتراحات اللي لينكد إن بيطلعها لك، ماشي. وكمان بنكتب المدة اللي إحنا اشتغلنا فيها، وبنكتب إحنا اشتغلنا في الشركة دي مثلا في مصر، في السعودية، الإمارات، هكذا. بعد كده بنكتب ديسكريبشن، والديسكريبشن ده مهم جدا انتوا تكتبوه، وكمان لما تيجي تكتبه يبقى شكله منظم ورايح للعين كده، بلاش كلام سطرين كده ورا بعض لازقين في بعض، تمام. اكتب 4 5 نقط في كل حاجة. اكتب يعني المعقول ان انت تكتب 5 او اكتر بقى، بس ما تقلش عن 5 نقط كده عن حاجات انت بتعملها وانت شغال في الشركة دي، ماشي. ممكن مثلا تبقى بتشتغل اللوجو ديزاين مثلا، فتكتب انت كنت بتعمل في الشركة دي انت بتشتغل على اللوجو ديزاين. بنحط بقى في الحاجات دي كيوردز على قد ما نقدر، ماشي. ازاي بنعمل حاجه زي كده؟ وانا مثلا ما بعرفش اكتب، رايح على الجوبز، تمام. بدخل على الوظائف، بشوف الشركات اللي هنا دي بقى، ماشي. بدخل على كل شركه فيهم، لو نزلنا كده هتلاقيهم كاتبين ريسبونسبيلتيز، ماشي. شايفينها؟ انا بروح جاي اعمل ايه؟ بروح جاي واخد كل دول كوبي، حلو، واجمعهم في ملف وورد، وراح جاي رايح على اللي بعدها واخد نفس اللي مكتوب مثلا برضو في ملف وورد، واقعد اشوف بقى انا الشركه اللي انا كنت شغال فيها دي بروح جاي كاتب فيها ايه بالظبط، ماشي. مهم جدا انتوا تكتبوا حاجه انتوا بتعملوها، بلاش حاجه انت مثلا ما بتعرفش تعملها تروح جاي كاتبها. فبناخد الحاجات اللي احنا بنعرف نعملها هنا ونحطها في كل شركه، حلو. طيب احنا ليه بنعمل كده؟ ليه ما بنكتبهاش من دماغنا او من الذكاء الاصطناعي؟ شات جي بي تي او اي تول هتديها لك كلام عام شويه، لكن هنا انت بتجيب الكلام اللي الشركات بتستخدمه اصلا في الشغل بتاعها عشان تستخدمه. انت لو رحت جاي عامل ابلاي دلوقتي انت هتترتب وسط ال 95 اللي مقدمين دول على حسب الكلام اللي انت كاتبه هنا، وعلى حسب السكيلز اللي انت حاططها، تمام. فمهم جدا انتوا لما تيجوا تعملوا الخطوه دي تعملوها من الكلام اللي هنا ده، حلو. برضه بنعمل سيرش على الناس في مجالنا وتشوفوا هم كاتبين ايه بالظبط. يعني مش هكتر عليكم اكتر من كده النهارده، يعني الموضوع خفيف كده النهارده. حد عنده اي سؤال ولا كله مفهوم؟ نفس ما لا طبعا الافضل ان احنا نروح جاي واخدين الكلام ده مرتبينه ونراجعه كويس، نشوف اللي احنا ما بنعرفش نعمله ونشيله. بعد كده ابدا احطه في الوظيفه اللي انا اشتغلتها. شايفين ده مترتب ازاي؟ شرطه جمله، خلص الجمله شرطه ثانيه جمله، خلص الجمله شرطه جمله ثانيه، وهكذا. لازم الكلام يبقى مترتب. حد عنده اي سؤال؟ هو لو الشركة طيب يعني بضيفها لو هي موجودة على لينكد إن بضيفها كاسم وكده، يعني تبقى موجودة باللوجو بتاعها مش مجرد اسم بس. لو هي موجوده هتظهر باللوجو بتاعها، لو مش موجوده اكتبوها كده خلاص، يعني اسم الشركه مش هيفرق في تمام حاجه دلوقتي. تمام. تمام. طيب انا لسه ما اشتغلتش في مجالي، اكتب ايه؟ اكتب ان انت فريلانس مؤقت. هبعت لكم البرزنتيشن يا خالد، وهبعت لكم الريكورد. حد عنده اي سؤال تاني؟ ان شاء الله تاني محاضره نكمل البروفايل بتاعنا. تالت محاضره ما ينفعش نبقى حاضرينها واحنا مش مكملين اللي فات.
التاسكات اللي هديها لكم اللي عليكم تبقوا مظبطينها كده، عشان زي ما قلت لكم نطلع اكسس كده بس، لان تالت محاضره ده نبدا ندور على شغل، فما ينفعش تدور على شغل او تقدم على شغل وانت البروفايل بتاعك مش كامل. تمام، هات ورقه وقلم واقعد تجمع فيها كل خبرات كل الشهادات اللي انت خدتها، اكتبها كده في ورقه وقلم. ماشي، انا بعمل كده يعني، بكتبها في ورقه وقلم، بعد كده بروح جاي كاتب الحاجات دي على لينكد ان. حلو. حد عنده اي سؤال ولا نقفل؟ هو الديدلاين بتاع التاسك الأول إمتى؟ انا مثلا بعت لكم النهارده، فهو النهارده بالليل الديدلاين، يعني تاني يوم ان يبقى في تاسك جديد، بلاش تاجلوا لتاني يوم يعني. تمام، شكرا. شكرا لكم جدا.